الناس مش عارفين إن أنت لو عايز تشتغل بالذكاء الاصطناعي هتبيع هدومك. الذكاء الاصطناعي دلوقتي يا جماعة بقى مرعب، ما بقاش مرعب وبس، بقى خطر، بقى خطر على مجالات كتيرة جدًا. يعني إيه البداية بتاعته، إيه اللي كان حصل عامةً في الذكاء الاصطناعي، أو الموضوع ابتدى من إمتى؟ على فكرة إحنا من زمان جدًا بنشتغل على حاجات هي شغالة بالذكاء الاصطناعي، بس إحنا ما خدناش بالنا خالص إن هي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي. يعني مثلًا زي إيه؟ عارف لمّا كان عندك صورة وعايز تفرّغ الصورة دي من الخلفية بتاعتها، فكنت بتدخل تدوّر على موقع، تجيب الموقع ده BG Remover مثلًا، تمام، تضيف على موقع BG Remover الصورة بتاعتك، بيفرّغ لك الخلفية، خلاص كده الموضوع خلص. أغلب الناس أصلًا ما كانتش تعرف إن ده الذكاء اصطناعي، يعني أغلب الناس كان خلاص بيدخل على الموقع ويستخدمه، يفرّغ الصورة، ياخد الصورة متفرّغة يستخدمها في أي حاجة، وما كانش أصلًا عارف إن ده اسمه الذكاء الاصطناعي، تمام؟ فهي دي من الحاجات البسيطة إن الذكاء الاصطناعي زمان كان بيعملها. طبعًا الموضوع دلوقتي بقى رعب أكتر بكتير جدًا. قبل كده مثلًا كان في مواقع فلترة الصوت، لو أنت مسجّل صوت زي ده والصوت سيء لأقصى درجة، فكنت بتاخد الصوت أو الفايل الMP3 بترفعه على الموقع ده، في ثواني معدودة خلاص الموقع ده بيفلتر لك الصوت، زي Adobe Podcast، زي Auphonic، كل الكلام ده. ممكن عارف إن الكلام ده مؤخرًا ظهر، يعني ما بقالوش كتيرة أوي، هو ظهر في الطفرة بتاعة الذكاء الاصطناعي، بس في برضه مواقع قديمة كانت موجودة قبل كده، بس ده مثال بسيط على الاستخدامات بتاعة الذكاء الاصطناعي اللي كانت موجودة قبل كده. إمتى بقى الطفرة حصلت؟ الطفرة حصلت يا فنان أول لمّا ظهر المعلم ChatGPT. طبعًا مرّة واحدة كده ظهر حاجة اسمها ChatGPT، الناس بتدخل تكلمه، بيرد عليها، إزيك، إيه الأخبار، أقدر أساعدك إزاي. من بعد لمّا ظهرت ChatGPT ظهرت فيه خاصية تانية، خاصية الvoice أو خاصية إن هو تتكلم معاه يقوم رادد عليك وهكذا. طلع ترندات كتيرة جدًا، الناس عملت فيديوهات على الترندات دي لمّا حلبت الترند وحلبت الموضوع. من بعدها بقى وعينك ما تشوف إلا النور، انفجار حصل في العالم في كل حاجة تخُص الذكاء الاصطناعي. أسهم طلعت، أسهم نزلت، مجالات تم السيطرة عليها بالكامل، مجالات زي ما قُلت لك بقت 50% و50% ممكن يتسيطر عليها بشكل كامل في الفترة الجاية دي. مجالات تانية مش هاقول لك ما اتأثّرتش، هي اتأثّرت بس بشكل إيجابي مش شكل سلبي، زي المونتاج مثلًا، ولسه هنتكلّم على الموضوع ده شوية كده. فحصل حاجات كتيرة جدًا. طيب خلّينا الأول نبتدي بحبايبنا في المجالات الإبداعية. إيه المجالات الإبداعية للأسف والله باقولها وأنا متضايق، بس هو ده الواقع اللي إحنا عايشينه. مجال التعليق الصوتي، الناس اللي كانت الفنانين اللي كانوا بيعملوا تعليقات صوتية أو الVO actors. الVO actors دول حاليًا للأسف الطلب عليهم قَل بنسبة 70%. عارف إن في بنسبة 20، 30% ناس لسه بتطلب مُعلقين صوتيين عشان هم بيحبوا إن الحاجة تكون authentic، أو الحاجة تكون أصلية، أو الحاجة تبان إن هي حقيقية. عارف إن لسه في ناس بتفكّر كده، أنا معايا عُملا لسه بيفكّروا كده، تمام، وأنا متّفق معاهم 100%. بس للأسف حاليًا الذكاء الاصطناعي وصل لدرجة إن هو ما وصلش للدرجة دي، والله موجودة من زمان. يعني إحنا يا جماعة على Eleven Labs شغالين من زمان، طبعًا كلّكم اشتغلتوا على Eleven Labs في كورس المونتاج المتقدم، شرحناه مرّة و2 و3 و4. يا جماعة Eleven Labs كان وصل لمرحلة إن النَفَس ده وهو بيقول التعليق الصوتي بيعمله، بياخد نَفَس، ففي جنان. فالذكاء الاصطناعي بس كانت مشكلته إن هو في اللغة العربية ما كانش متقنها أوي. كنت عشان تضبّط شوية اللغة العربية، كنت بتضطر إن أنت تعمل له النص مشكّل، حاطط عليه التشكيل، الفتحة، الضمة، الكسرة، السكون وهكذا. كان ممكن يدّيك تقريبًا بنسبة 50، 60% لغة عربية كويسة. إنما هو دلوقتي حاليًا كلغة عربية وككُلّه مرعب، كلغة عربية وكEnglish. فبالتالي وبقى في بدل مثلًا ما كان في أصوات محددة جدًا، حاليًا يا جماعة في كل النبرات، في كل الأصوات، في كل الأعمار، في كل الجنسيات. ده أنت دلوقتي بقيت بتعرف تعمل voice over من شخص آسيوي عمره 70 سنة، الشخص ده عايش في الدنمارك. جنان، جنان. يعني بقيت كمان بتقدر بدل ما أنت كان عندك اختيارات أو templates جاهزة، قوالب جاهزة، أنت دلوقتي بقيت تقدر تعمل حاجة customized، إن أنت تصمم الحاجة بنفسك عشان تطلع بأفضل نتيجة أنت عايزها. طبعًا هنا كلامي مش على التعليق الصوتي بس، أنا كلامي على حاجات كتيرة جدًا بقت بتحصل كده فيها customization أو فيها خاصية التخصيص في الذكاء الاصطناعي، وطبعًا هنشوف الكلام ده إن شاء الله في التحديث. شوف الرعب. فأول مجال تم
السيطرة عليه للأسف، وهو مجال التعليقات الصوتية. آآ مجال تاني وهو مجال الgraphic design، تصميم الجرافيك. بُص، في ناس لحد دلوقتي، ناس أصحابي، ناس حبايبي، فنانين لسه شغالين، شغالين ما شاء الله واستغلّوا الموضوع كويس لصالحهم، بيعملوا الشغل بتاعهم بالAI، أو مش بيعملوا الشغل بتاعهم بالAI، هم عملوا mix ما بين الاتنين. 60% 70% AI، في 30% مجهود هم بيعملوه على الPhotoshop، الIllustrator وهكذا. يعني هم بيعملوا العملية بتاعتهم بالAI، وبعد كده بيعملوا الfine tuning أو الretouch أو التاتشات الأخيرة البرامج بتاعتهم. أنا شايف ده حاليًا الصح 100%. طبعًا دلوقتي مش محتاج أشرح لك، مش محتاج أوضّح لك، أنت أكيد موجود وعارف إن الذكاء الاصطناعي بقى بيعمل كل أنواع التصميمات اللي ممكن تتخيلها. أي حاجة على شكل صورة أو أي حاجة visual كصورة ثابتة still image، هو بقى بيعملها بشكل مرعب. للأسف إيه اللي بيحصل بقى في المرحلة دي؟ إن الناس بتتقسم هنا لنوعين. في ناس بتبقى بتحارب الموضوع، وبتحارب الموضوع من كل قلبها، لأن هو بيحصل إيه، الفنان ده اللي هو الجرافيك ديزاينر ده ما بيكونش لسه قادر يستحمل الصدمة إن في حاجة في يوم وليلة. طبعًا مش في يوم وليلة، في يوم وليلة دي كنايةً على الوقت القليل اللي خده الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ما خدش الوقت الكبير ده، أنا باتكلم من بداية ChatGPT مش قبل كده، تمام. هو أكيد طبعًا بيحاولوا بقى لهم عشرات أو يعني مئات السنين أيًا كان، بس أكيد بيحاولوا بقى لهم كتير. بس هو شاف الموضوع من بعد ChatGPT إن هو في الوقت ده المجال بتاعه اتاخد، أو بقى في حد أو شيء دخل يعمل الشغل بتاعه، وبقى بينافسه، وبعد كده احتل الموضوع، لأن دلوقتي بقى في عُملا بقوا ما بقوش بيكلموا مصممين، ما بقاش بيكلم الجرافيك ديزاينر، هو حرفيًا بقى بيدخل يشترك في الموقع الفلاني، يعمل عليه الشغل بنفسه، خلاص الموضوع خلص. أيًا كان بقى النتيجة اللي هو هيطلّعها حلوة وحشة، هو يهمه إن هو وفّر فلوس وخلاص، مش مشكلة النتيجة، هو مش محتاج النتيجة الاحترافية دي. وفي عميل تاني بيدخل ياخد كورسات عشان يتعلم إزاي يوصل للنتيجة الاحترافية دي. فهو طبعًا الجرافيك ديزاينر ده بيوصل لمرحلة إن هو مصدوم، مش مصدّق إيه اللي حصل، مرّة واحدة حصل الكلام ده، فهو بيتحوّل إن هو بيبقى عدو كبير جدًا للحاجة دي. أي حد بينزّل شغل بالذكاء الاصطناعي فهو بيدخل يشتمه، بيدخل يهاجمه، بيدخل يتريق عليه، بيدخل يعمل أي حاجة، فمن الصدمة للأسف. وفي نوع تاني من الناس تأقلموا، تأقلموا مع موضوع إن الذكاء الاصطناعي للأسف خَد المجال أو سيطر على جزء كبير جدًا من المجال، وهو ده الأمر الواقع. فبيدخل يحاول اللي هو يتعلم الموضوع. هو هيبقى أقوى لمّا يتعلم الموضوع ليه؟ لإن هو عنده خلفية عن المبادئ بتاعة التصميم، العلوم بتاعة الألوان، النظريات مش عارف إيه الrule of كذا أو الrule of كذا، كل الكلام ده. فده بيبقى أقوى بكتير جدًا عن الشخص التاني المحارب أو الشخص العدو اللي ما رضيش يطوّر نفسه عن طريق الذكاء الاصطناعي وقعد يحارب الموضوع. الشخص اللي بيحارب الموضوع ده هيفضل يحارب، 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 يحارب لحد لمّا هييأس. فهينجرف برضه مع التيار وهيعمل نفس الكلام، وهيدخل غصبٍ عنه هيتعلم الذكاء الاصطناعي. إنما الشخص اللي تأقلم من الأول ده هيسبق، هيسبق بمسافات كبيرة جدًا عن صاحبنا التاني، لإن ده لسه هياخد الخطوة بعد لمّا خد الخبطة على دماغه، التاني كان وصل تقريبًا لآخر المشوار أو وصل لمسافة كبيرة أوي. فهو ده الفرق ما بين الاتنين في أي مجال هتشوفه. المجال الجاي اللي هاتكلم عليه هو ال3D. المجال بقى الجاي اللي هاتكلم عليه وهو ال3D. مجال ال3D ده بقى قصة وبحر كبير جدًا. ليه بقى قصة؟ لإن إحنا دلوقتي طلعنا من الجزء بتاع الصور الثابتة، وطلعنا من الجزء بتاع الفويسات أو الصوت وهكذا، ودخلنا على حاجة متحركة، وهي صناعة الفيديو، أو حاجة فيها فيديو بشكل عام، حاجة فيها حاجة بتتحرك، تمام. فبالتالي مجال ال3D ده كان مصيبة، كان مصيبة على الناس بشكل عام، الجماهير الaudience بشكل عام، وكان مصيبة على الناس الcreators أو الناس قصدي الartists اللي شغالين في المجال ده. أي حد 3D artist شاف موضوع الذكاء الاصطناعي ده في الأول، فكان عدو كبير جدًا، جدًا، وكان بيهاجم كتير جدًا، جدًا، ومنهم صناع محتوى مشهورين أوي. أول لمّا طلع موضوع الذكاء الاصطناعي ده أنا متابعهم كده من برّه، كنت عايز أشوف إيه اللي بيحصل يا جماعة. فطبعًا
اول لما طلع موضوع الذكاء الاصطناعي ده كان فيه صناع محتوى كتير جدا كانوا بيهاجموا الموضوع، يهاجموا. وفي برضه ناس مش مشاهير بس ناس تقيلة في المجال بتاع 3D فضلوا يهاجموا الموضوع. بعد كده للأسف الناس دي اضطرت ان هي تدخل الدايرة بتاعت الذكاء الاصطناعي، لان الذكاء الاصطناعي وصل لمرحلة رهيبة جدا. انا مش هقول لك ان هو بيعمل 100% من شغل 3D، مش هقول لك ان هو يعمل فيديو 3D 100%، بس يا عم بقى بيعمله بنسبة 70%، 60%، ايا كان النسبة اللي هو يوصل لها، حتى لو وصل ل 50%، حتى لو هيوصل ل 50%. ما هو اكيد طالما وصل ل 50 او 60% فهو بعد كده هيوصل ل 90%، هيوصل ل 80%، هيوصل على مدار السنين لنسبة محترمة جدا. خلاص انت يعني مش هتقدر تتكلم، مش هتقدر تتكلم. فانا فضلت كده متابع الموضوع ده ومتابع الناس، يعني كنت كان في حته كده علم نفس، عايز اشوف الناس دي كلامهم هيتغير ازاي ومشاعرهم هتتغير ازاي تجاه الذكاء الاصطناعي وتجاه الهايب اللي عمال يحصل والتطور اللي عمال يكبر. والذكاء الاصطناعي ماشي يا جماعه زي القطر ما بيهداش. يعني مثلا زي ما قلت لك قبل كده في بدايه المقدمه دي، هو مش بيعمل التطور ده في خلال 7 8 9 شهور، سنة سنتين 10 سنين. ده بيعمل التطور ده في خلال شهر شهرين تلاقي في تطور بيحصل وهكذا. فالموضوع بيبقى صعب جدا. تمام. ففضلت كده متابع، لقيت ان صناع المحتوى اغلبهم بقى بيتغير، ان هو بدل 3D بقى ذكاء اصطناعي. آه، طبعا في جزء كبير جدا منهم حاليا خلاص يعني بقى بيعمل الشغل تماما بالذكاء الاصطناعي. في اغلبهم تقريبا او في جزء كبير منهم، مش هقول اغلبهم، الشغل طبعا معاهم متأثر. يا جماعة دلوقتي انت بتفتح موقع معين، لسه هنتكلم على الكلام ده بعد كده، بتقول له، بتكتب له في البرومبت انا عايز 1 2 3 4 كذا لمثلا ازازة البرفيوم دي، فبقى بيعمل لك فيديو 3D للبرفيوم بشكل بروفيشنال قوي. بيبقى فيه ساعات غلطات، في غلطات انت تقدر تظبطها عن طريق البرومبت بتاعك، ان انت تكتب برومبت صح، ان انت تعمل شوية تعديلات. وفي غلطات تانية هي لسه تمام، بس عايز اقول لك ان بنسبة 90% انت هتقدر تصلح الغلطات اللي هو عملها. هتصرف فلوس شوية، وهو ده الموضوع اللي احنا جايين له شوية كده عن الذكاء الاصطناعي والفلوس وهكذا. فبرضو يعني مجال ال 3D للأسف تم احتلاله. المقدمة دي هتطول، وأنا زي ما قلت لك هي فضفضة، عايز تسكيب سكيب لو أنت شايفني عمالة، هي فضفضة. تمام. مجال ال 3D قلنا التعليق الصوتي أو الفيو أكتنج، الجرافيك ديزاينرز. أه بص، الموشن جرافيكس في البدايات، بس الموشن جرافيكس صعب. أنا شايف الموشن جرافيكس صعب، بس هو يعني في البدايات اللي هو يبتدي يقول حاجة، ان هو يبتدي يعمل حاجة. تمام، حاجات مبدئية جدا بس حاجات بيسك قوي. بس زي ما قلنا قبل كده، انا عشان اكلمك بكل صراحة من غير تجميل، انا ما بحبش اجمل المواضيع، احب اتكلم بشكل ايه واضح. هو لو وصل للشكل المبدئي ده، هل انت كنت تفكر قبل كده ان هو يوصل للشكل ده اصلا؟ لو هو هيعمل حاجات معينة، هيبتدي يعمل انيميشن، حتى لو انيميشن بسيط جدا بالنسبة لك تعمله في 3 ثواني، بس هو وصل له. فممكن الله اعلم بعد كده ايه اللي احنا هنلاقيه. تمام. ففي الموشن جرافيكس لا، الموضوع انا بكلمك دلوقتي على الموشن جرافيكس. يا جماعه فيها تخصصات كتيره جدا. في مثلا عندك الكولاج ارت او الكولاج انيميشن او الكولاج ايا كان. الكولاج ده يا جماعه دلوقتي الذكاء الاصطناعي بقى يقدر يعمله. الانيميشنز بشكل عام اللي هي الحاجات اللي هي فيها كاركترز او فيها ممكن نقول كرتون او ايا كان، الذكاء الاصطناعي بقى بيعمله. الحاجات دي يعني متقسمه لنوعين، في حاجات 2 دي، 2 دي هتعملها على افتر افكتس مثلا، وفي حاجات 3 دي هتعملها على بلندر، هتعملها على هوديني، هتعملها على الماكس 3 دي ماكس، او مش 3 دي ماكس قصدي، سينما 4 دي وهكذا الموضوع. تمام. ممكن في حاجات تانية تعمل على زي براش وهكذا. الذكاء الاصطناي دلوقتي بقى بيعملها بشكل كويس جدا. بص هي لسه شغاله، لسه شغاله، وفي ناس كتيره جدا لحد دلوقتي لسه شغاله وهكذا. انا عارف الموضوع، بس اتكلم ان هو مسك حاجات فيها، مسك حاجات فيها بقى بيعملها. تمام. بس لسه في موشن جرافرز لحد دلوقتي شغالين كتير جدا. يعني مثلا اكلمك على حاجه، اللوجو انيميشنز، اللوجو انيميشنز الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى بيعملها في ثواني حرفيا، في دقيقه يا عم مش ثواني. اللوجو انيميشنز
عايز تعمل لوجو اوترو او انترودكشن مثلا، الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى بيعملها للاسف. عايز تعمل انيميشن للوجو، الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى بيعمل الحاجات دي. عايز تعمل تمبلت معين، الذكاء الاصطناعي بقى بيعمله. آه، ففي حاجات كتيره جدا الذكاء الاصطناعي بقى بيعملها في المجال ده. تمام. بس احنا زي ما قلنا الموشن جرافيكس مش مجال صغير، الموشن جرافيكس ده فيه اقسام كتيره الى ما شاء الله. فبالتالي اللي انا شايفه من وجهة نظري المتواضعة ان هو عمال يدخل على قسم كده او كاتيجوري يدخل عليها، ويستلم حاجات فيها ويبتدي ان هو يعملها وهكذا. وهنتكلم عن على المعضلة شوية كده. زي ما قلت لك الذكاء الاصطناعي والفلوس، انا بس عمال اعمل لك تشويق عشان لما ندخل على الجزئية دي او عشان تكمل معايا. آه، طيب، المجال الذكاء الاصطناعي سيطر على جزء كبير منه. هو لحد دلوقتي برضه زي الموشن جرافيكس لسه شغالين عادي، بس هو سيطر على جزء كبير منه وهو التصوير. الذكاء الاصطناعي في الحتة اللي هي بتاعت إنتاج الصور والفيديوهات بقى رهيب، بقى رهيب جدا، ما بقاش رهيب بشكل عادي. يعني في إنتاج الصور بقى متوحش، في إنتاج الفيديوهات بقى برضه متوحش. قبل كده كان في إنتاج الصور قوي جدا، وفي إنتاج الفيديوهات كان لسه 50-50 مش قوي. حاليا هو في إنتاج الفيديوهات رهيب يا جماعة، رهيب، ولسه الموضوع هيطلع أكبر. إنتاج الفيديوهات بمعنى ان انا قبل كده عشان كنا بننزل ستوك فوتج مثلا من موقع بيكسلز، او ننزل ستوك فوتج من اليوتيوب او موقع ارت ليست او موقع شاتر ستوك او انفوتو او ايا كان، كنا بندخل نشترك في المواقع دي عشان ننزل شاتر ستوكس او نشوف موقع مجانيه. لا، حاليا انت اشترك في موقع ليه علاقه بالذكاء الاصطناعي او منصه فيها كل الموديلات بتاعت الذكاء الاصطناعي، وبدل بقى ما تفضل تدور على الستوك فوتج، لأ، على طول هاتها اعملها، اعملها أنت generate من على أو بالذكاء الاصطناعي بسهولة كده. تمام. فطبعا ده انهي مجال؟ ده مجال التصوير. ما المصورين هم اللي كانوا بيعملوا الستوك فوتج دي، لا حاليا الذكاء الاصطناعي دلوقتي هتلاقي كل صناع المحتوى معتمدين عليه. بدل ما كانوا زمان بيضيفوا لك ستوك فوتج عشان يشدوك للقصه وهم بيتكلموا، لا دلوقتي بقوا بيعملوا الكلام ده، او بيكريتوا الشوتس اللي هم عايزينها على مزاجهم وعلى كيفهم بالذكاء الاصطناعي. هو لسه بقى هيقعد يدور؟ لا، طب ما انا اعمل حاجه مظبوطه بنسبه 90% 100%، والمشاهد هيتبسط وهكذا. وكان في الأول الموضوع ده كان يعني كان جودته رديئة شوية. يعني هافهمك برضو المقصدي. الذكاء الاصطناعي لما بدأ زي ما قلت لك في موضوع الصور كان لسه 50-50، بعد كده بقى في موضوع الصور لأ، وصل لنسبة 70%، بعد كده وصل لنسبة 90%، فخلاص بقى بيعمل صور مقبولة جدًا للعين، وبقى صعب جدًا الناس يفرّقوها. ما هو في الأول أول مرحلة، معلش أنا الكلام برضه لسه مش مترتب، فأنت أكيد فاهمني، عايزك كده إيه، تحاول إن أنت يعني تشغّل الذاكرة التخيلية معايا وأنا باتكلم، افتكر الأحداث اللي حصلت. الذكاء الاصطناعي بدأ إزاي؟ كان بيعمل صور، فالناس كانت بتحط الصورة بتاعة الذكاء الاصطناعي اللي هو أنتجها والصورة الحقيقية، فالناس كانت بتقول لك والله لأ دي الصورة الحقيقية وواضحة جدًا، إنما التانية دي واضح إن هي ذكاء الاصطناعي. تمام. بعد فترة الناس أنا شايف إن دي الصورة الحقيقية ودي ذكاء اصطناعي، بس لأ الموضوع كده بقى خطر، الموضوع قرّب جدًا. بعد فترة الناس ما بقتش عارفة تفرّق ما بين الصورة الحقيقية والصورة اللي بالذكاء الاصطناعي، وفي كمان ناس كانت بتقول لك لأ أنا شايف إن دي، الناس كانت بتغلط، تقول لك أنا شايف إن الصورة اللي بالذكاء الاصطناعي هي الصورة الحقيقية. أكيد شُفت حاجات زي كده على السوشيال ميديا أو في أي مكان. تمام. ده مرحلة إنتاج الصور. ندخل بقى بعديها على مرحلة إنتاج الفيديوهات. مرحلة إنتاج الفيديوهات دي خدت cycle أو خدت يعني process أو طريق كبير جدًا. اتعمل عليها كل حاجة. في الأول كان بينتج فيديوهات تافهة جدًا أو فيديوهات باين جدًا اللي هي slopes، حاجات بلاستيكية نقدر نقول، أو أسوأ وأردأ من البلاستيكية. ففي الأول لمّا كان بينتج الكلام ده، في ناس ما كانتش فاهمة إيه اللي بيحصل، وإيه الفيديوهات دي، وإيه الكلام ده، وفي ناس كانت فاكرة إن الحاجات دي حقيقية. بعد كده الذكاء الاصطناعي تطوّر شوية، بينتج فيديوهات بجودة كويسة شوية، بس لسه الملمس بتاع الشخصيات أو الملمس بتاع الفيديو تحسّه بلاستيكي، تحس الملمس مش واقعي. فمن الفترة دي ابتدى صُناع المحتوى يشوفوا لأ، في حاجة كويسة،
طب ما تيجي نستخدمها في المحتوى الخاص بينا، سواء فيديوهات على اليوتيوب أو أيًا كان، تمام؟ فلقوا رد فعل سلبي من الناس، وأنا كنت من الناس دي، كنت شايف حرام عليك، أنا عندي إن أنت تستخدم stock footage عادية real footage حاجة حقيقية، ولا تستخدم الshot دي بتخلّي الموضوع مقزز. يعني مثلًا لمّا واحد يتكلم على حاجة دينية على سبيل المثال، بُص هو كان ليها معلش هي كان ليها ناحيتين أو منظورين. كان في منظور أنا كنت باشوف بيها اللي هو عادي يستخدم stock footage لمّا يتكلم على حاجات موجودة بالفعل كstock footage، إنما لو هيتكلم على حاجة هي مش موجودة كstock footage وهيتعب جدًا عشان يلاقيها أو هي مش موجودة من الأساس، فعادي إن هو يوظّف الذكاء الاصطناعي أو يعمل شوتات عن طريق الذكاء الاصطناعي حتى لو هيبقى جودتها رديئة، تمام؟ بس اللي أنا كنت باشوفه واللي صُناع محتوى كتار جدًا اتهاجموا عليه، إن هو سواء هيلاقيها كstock footage أو مش هيلاقيها، فهو هينتجها بالذكاء الاصطناعي حتى لو هي جودتها رديئة، وهو ده اللي كان بيضايقني أنا شخصيًا. وكنت بادخل على التعليقات بتاعة الناس بالاقي هجوم كبير جدًا في الفترة دي من الذكاء الاصطناعي لمّا كان بيعمل حاجات مش واقعية وفيها غلطات كتير، ما هي الحاجات دي كان بيبقى فيها غلطات بتخلّيك أنت تحس بالاشمئزاز، إن أنت حاسس إن في حاجة غريبة، تمام؟ أنت أكيد عارف الفترة دي. الموضوع فضل يتطور، 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 يتطور لحد ما في مرة واحدة كده بقينا بنلاقي الذكاء الاصطناعي وصل لمرحلة رهيبة جدًا. المسام بتاعة الشخصيات اللي هو بيعملها باينة، المسام اللي هي الحبوب اللي في الوش دي، أو مش عارف إيه الشعر الدقن أو اللحية، مش عارف الحاجات واضحة جدًا. ولو حطيت الفيديو اللي بالذكاء الاصطناعي جنب الفيديو الحقيقي، أنت هتكتشف هتعرف ده بالذكاء الاصطناعي وده حقيقي، بس في نسبة كبيرة جدًا، نسبة تطابق محترمة للذكاء الاصطناعي. وبعد كده حصل الهايب بتاع إن أنت بتدّي للذكاء الاصطناعي فيديو لشخص وهو بيعمل deep fake أو بيغيّر ملامح الشخص يخلّيها ممثل أو أنت بتصوّر له حصل ترندات كتيرة جدًا ومواقع كتيرة جدًا ظهرت، في حاجات اختفت، بس أغلبهم ما اختفوش، تمام، لحد دلوقتي شغالين. بس آآ، فللأسف كل الحاجات اللي إحنا بنتكلّم عليها دي خاصة بأنهي مجال، خاصة بمجال التصوير. إحنا دلوقتي في رمضان بقينا بنشوف إن في إعلانات كتيرة جدًا بقت بالذكاء الاصطناعي. طيب في كأس العالم، كأس العالم أغلب الناس اللي عاملة الفيديوهات اللي هي بتاعة كأس العالم المنتخبات أو الدول، عاملة الفيديوهات اللي هي بتاعة كأس العالم المنتخب بتاعها بالذكاء الاصطناعي. في كذا دولة كده مش أغلبهم يعني، تمام، عشان برضه نكون واضحين وكلامي يبقى منطقي. عاملين الشغل بالذكاء الاصطناعي، إعلانات كتيرة جدًا لشركات عالمية وشركات يعني لأ، شركات معاها فلوس كتير عاملة الشغل بالذكاء الاصطناعي. هي بُص، هو في حاجتين، أنت برضه هتقول لي طب ليه ما يعملوش الproduction ده كامل بحاجات حقيقية يعني بدل ما يستخدموا الذكاء الاصطناعي، عشان هُم شايفين إن هُم عايزين يواكبوا التطور، وفي نفس الوقت إيه المانع إن إحنا نوفّر فلوس، لمّا الذكاء الاصطناعي هيدّينا نتيجة مقبولة. بس للأسف في إعلانات خيّشت برضه عشان لو حد مش مصري، بمعنى إن هي جابت العيد، تمام، وعشان لو حد مش سعودي يعني النتيجة بتاعتها كانت بلاستيكية، نتيجة مش واقعية فشلت. وفي إعلانات تانية يعني مقبولة، بس ما فيش الحاجة اللي 100% تمام. ليه برضه؟ لإن لحد دلوقتي الإعلانات اللي إحنا شُفناها مثلًا في مصر أو في الوطن العربي بشكل عام في رمضان، كانت لسه النتيجة لأ واضح كمان لمّا الموضوع بقى على شاشة التلفزيون مش السوشيال ميديا، لمّا تحُط لي إعلان بالذكاء الاصطناعي على شاشة التلفزيون، واضح إن النتيجة لسه مش حقيقية، واضح في حركة الكاميرا، واضح مش عارف إيه، في ناس متخصصة بتعرف تضبط الحاجات دي 100%، بس لحد دلوقتي لأ، الموضوع برضه وصل نسبة 70، 80%. مُتقبّل عند بعض الناس ومش مُتقبّل عند بعض آخر من الناس. وكان قاعد معايا ناس من عيلتي من فترة، كنا متجمّعين كده في رمضان، فشافوا الإعلانات اللي هي معمولة بالذكاء الاصطناعي دي، في ناس اتفقت وفي ناس اختلفت، وفي ناس أصحابي في المجال اتفقوا وفي ناس تانيين اختلفوا. فزي ما قُلت لك برضه الشركات بتتقسم يعني إيه، لنوعين، في شركات عايزة توفّر في التكلفة في المقام الأول والأخير، هو مش فارق معاها أي حاجة تانية، وفي شركات عايزة توفّر في التكلفة وفي نفس الوقت تمشي مع التيار. تمام، يعني يدخل الموضوع ده أو يبقى من الناس اللي في البداية عملوا إعلانات بالذكاء الاصطناعي عشان لو ضرب بعد كده ولو الموضوع نجح جدًا بعد كده يبقى من الأوائل يعني في حاجة. بس
فطبعًا مجال التصوير اتأثّر جدًا، بس لحد دلوقتي لسه الطلب موجود. يعني برضه الموضوع بقى صعب للأسف على المصوّرين شوية، وهاقول لك ليه. عشان أنت دلوقتي الذكاء الاصطناعي زي ما قُلت لك بقى بيوصل لنتيجة واقعية إلى حدٍ ما بنسبة زي ما قُلنا 80%. فممكن أنت لو صاحب business أو أنت صاحب شركة أو أنت عندك brand أو أي حاجة تقول طَب أنا ليه أصرف على model وده المجال اللي إحنا جايين له بعد كده، ليه أصرف وأجيب model وأجيب حد يصوّر videographer أو أيًا كان، طَب ما أدخل أعمل اشتراك في موقع ب$100 والّا 50 والّا $30 وأعمل الفيديوهات بتاعة الbrand بتاعتي لو أنا startup لسه brand ناشئ، فهمتني؟ بس في التصوير أعتقد خلاص أنت الموضوع واضح بالنسبة لك مش محتاجين نتكلّم فيه كتير، زي ما قُلنا إحنا بنفضفض. المجال اللي هو مجال بقى مش إبداعي، بس مجال بشكل عام الmodeling، الناس الmodels بتوع الإعلانات، أفلام، مسلسلات، الmodels يعني بشكل عام. في دلوقتي startups وفي براندات قديمة في السوق كتيرة جدًا بقت بتعتمد على الصور اللي بالذكاء الاصطناعي، بيعمل موديل هو، بيعمل أفاتار بالذكاء الاصطناعي وبيوظّفه بقى في كل الفيديوهات اللي بيعملها عن طريق الذكاء الاصطناعي، بيوظّفه في الصور. ليه هاجيب حد يعمل إعلان للخاتم مثلًا بتاعي لو أنا براند بابيع إكسسوارات، سلاسل، خواتم، انسيالات، مش عارف إيه، حريمي أو رجالي، ليه بعد كده هاجيب حد يتصوّر وهو لابسهم في استوديو وأتكلّف استوديو وأتكلّف موديل وأتكلّف مش عارف إيه وإضاءات وليلة. طب ما أعمل صور بالذكاء الاصطناعي، أعمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. لو فضلنا نمسك في كل مجال ده بقى على فكرة ده ملخص، لإن هو في حاجات كتيرة جدًا بتحصل، فأنا طبعًا مش هاعرف إن أنا إيه أتكلم عليها كلها. بس لو فضلنا نمسك في كل مجال هتلاقي في بحر، في مصايب حصلت. وربنا ما يجيب مصايب طبعًا. في طبعًا بتسمع عن شركات استبدلت الموظفين بالذكاء الاصطناعي. أنا مش عايزك تُحبط، أنا لسه هاجي لك على الmontage بس استنى شوية كده عشان نتكلم عن الmontage. آآ في شوية مجالات كده تم استبدالها بالذكاء الاصطناعي برضه للأسف، بس أنا دلوقتي مش جاية في بالي يعني. خلّينا بقى دلوقتي نتكلم على الذكاء الاصطناعي والمونتاج. المونتاج من المجالات اللي الذكاء الاصطناعي بيخدّم عليها، على فكرة الذكاء الاصطناعي بيخدّم على المونتاج من زمان، في عمل التعليقات الصوتية. لو فاكرين موقع Level Labs من زمان، ندخل على موقع Level Labs، نعمل الscript عن طريق ChatGPT مش من زمان أوي، يعني من بداية ChatGPT أو من قبل ChatGPT بشوية، كنا بنعمل التعليقات الصوتية عن طريق موقع Level Labs في الحتة اللي هي بتاعة الصوت. زي ما قُلت لك برضه كان بيخدِّم علينا في لو عايز تفرّغ صورة، عايز تفرّغ لوجو، العميل باعت لك لوجو الخلفية بتاعته سودا أو الخلفية بتاعته باللون الأبيض وأنت عايز اللوجو بس متفرّغ آآ عشان تضيفها على الPremiere مثلًا، فكنت بتعمل الكلام ده عن طريق مثلًا Photoroom، موقع Photoroom أو BG Remover. آآ الذكاء الاصطناعي مثلًا كان بيفيدنا زي ما قُلت قبل كده في فلترة الصوت، لو أنت مسجّل صوت زي ده والصوت مش أفضل حاجة، فعايز تفلتر الصوت ده أو الصوت اللي باعته لك العميل، فكنت بتدخل على موقع Auphonic، موقع Adobe Podcast، فالذكاء الاصطناعي كان بيخدّم علينا في حاجات كتيرة جدًا. لمّا حصلت الطفرة بتاعة الذكاء الاصطناعي ده، الذكاء الاصطناعي بقى بيخدّم علينا أكتر وبقى بيسرّع معانا نسيت ChatGPT، أهم حاجة ChatGPT، بعد كده ظهر Claude، بس أنا باحب ChatGPT أكتر بصراحة، مع إن Claude قوي جدًا، بس ChatGPT استخدمناه كتير جدًا في كورس المونتاج المتقدم، ده أنا متأكد إن أنت حاليًا بتستخدمه أو بتعتبره العبد بتاعك، تمام، وهو الموظف اللي شغال عندك للأسف، ماشي، يعني اتقي الله، بنعمل بيه سكريبتات، سيناريوهات، story boards. دلوقتي في الstory board إحنا لمّا كنا بنستخدمه في كورس المونتاج المتقدم، كان بيعمل لنا story board أو هو بيبني لنا السيناريو، بس ما كانش بيدّي لنا صور، حاليًا الChatGPT بيدّي لك صور، يعني بتقول له أنا عايز تخيُّل للمشهد الأول، اعمل لي الstory board وارفق لي صور معاه، بقى بيدّيك صور مرجعية. فهو طبعًا مش بيدّيك الصور 100% بس بيدّيك صور مرجعية ودي حاجة تُحسب، تمام، ففي الstory boards أو في السيناريوهات أو في السكريبتات، بتاخد الscript وهكذا الموضوع. فالذكاء الاصطناعي لحد دلوقتي في مجال المونتاج هو بيفيدنا جدًا وبيوفّر علينا ساعات وأيام من الشغل. هو أنا كنت باتوقع قبل كده إن موضوع إن الذكاء الاصطناعي يدخل في المجال بتاع المونتاج صعب، بس مع اللي بيحصل في الفترة اللي إحنا فيها دي، فأنا شايف إن لأ، يعني إحنا هنشوف بعد كده إن الذكاء الاصطناعي بقى بيعمل sound design.
الذكاء الاصطناعي بقى يوصل اللي هو يعمل sound design، بقى زي ما قُلت لك بقى في بدايات الanimation، والحتّة دي بنستخدمها عندنا في شغل الmontage، بس هو لسه لحد دلوقتي مش قادر إن هو يجمّع فيديو كامل 100%، مش قادر إن هو يدخل في الprocess أو يدخل في العملية بتاعة إنتاج الفيديو بشكل كامل أو مونتاج الفيديو، بس هو بقى بيعمل شوية حاجات موجودة بالفعل. بس زي ما أنا قُلت لك، هو لحد دلوقتي بيخدِّم علينا كvideo editors أو كشخص شغّال مونتير. آآ ولمّا تفتح وتشوف المواقع والمنصات اللي بتستضيف موديلات الذكاء الاصطناعي، هتلاقي إن في المحتويات بتاعتهم على السوشيال ميديا على اليوتيوب مثلًا، هم بيمنتجوا على الPremiere أو بيمنتجوا على DaVinci أو بيمنتجوا على الCapcut أو أيًا كان، بس بيعملوا لقطات الفيديوهات دي أو الshots دي عن طريق الموديلات بتاعة الذكاء الاصطناعي، فلحد دلوقتي شغل المونتاج قائم وقوي جدًا، ومن أكتر المجالات المطلوبة في العالم وهي المونتاج إلى وقتنا الحالي. طيب، إحنا بقى ليه عاملين التحديث؟ إحنا عاملين التحديث عشان أنت كمونتير تقدر توظّف الAI بالشكل الحالي في شغلك، أنت من زمان بتستخدم الAI، إحنا في كورس المونتاج المتقدم استخدمنا الAI زي ما قُلنا في حاجات كتيرة جدًا، بس تقدر توظّفه ب بشكل أقوى وتواكب التطور الموجود حاليًا، لإن الذكاء الاصطناعي هو كل يومين 3، 4 بيتطور، كل شهر بالكتير بيتطور، فكل شوية هيبقى في حاجة جديدة هتظهر لنا، وهي دي المشكلة، يعني هي دي ميزة وعيب في نفس الوقت، عيب لبعض الناس وميزة لبعض الناس. فالذكاء الاصطناعي محتاج تحديثات كتيرة جدًا، فمحتاج إن أنت تفهم الأساس اللي توظّفه بعد كده في أي حاجة. طيب إحنا أصلًا ليه هنعمل التحديث؟ وليه إن شاء الله بعد التحديث بفترة هنعمل كورس منفصل للذكاء الاصطناعي وكيفية ربطه بالمونتاج، أو أيًا كان بقى مش عارفين العنوان هيبقى إيه ساعتها، بس هنشوف. إحنا هنعمل الكلام ده عشان لو أنت video editor وما بتوظّفش الAI في شغلك فللأسف هتتدفن. هتدفن نفسك بالحياة، عارف هتبقى موهبة مدفونة. أنت ممكن تقول لي طيب عادي جدًا، ما أنا ممكن أبقى فيديو editor وما باستخدمش الذكاء الاصطناعي في شغلي والدنيا تعدي عادي واشتغل واكسر الدنيا، هاقول لك مستحيل، مستحيل عشان هتاخد ساعات كتيرة جدًا في حاجات أنت كنت ممكن تعملها في دقايق. يعني الذكاء الاصطناعي أول حاجة بيوفّر علينا ساعات وأيام وشهور وسنين، فأنت بالتالي غيرك المنافس بتاعك أو زميلك اللي بادئ معاك واشتغل بالذكاء الاصطناعي، هيبقى الحاجة اللي أنت بتعملها في 10 ساعات هو بيخلّصها في ساعتين بالذكاء الاصطناعي، فخلّيك أنت بقى ماشي على الطريقة القديمة والstyle القديم في الشغل ولا تواكب التطوّر. تمام، هو هيواكب التطور وهيبقى شغله جامد وفي نفس الوقت بينجز وقت على طول، والوقت يعني فلوس قُلنا قبل كده. تاني حاجة إن السوق عرض وطلب، تمام، واتجاه العُملا الفترة دي للذكاء الاصطناعي، فالعُملا حاليًا هيدخلوا يطلبوا منك شغل بالذكاء الاصطناعي، فأنت لو ما بدأتش في الموضوع وما مشيتش مع التطور وتواكب الموضوع اللي بيحصل، مش هتعرف ترُد على العميل، مش هتعرف تشتغل معاه. ولو طلّعت له نتايج مش أفضل حاجة بالذكاء الاصطناعي، هيروح لغيرك على طول، اللي هيقدر يطلّع نتايج محترمة جدًا بالذكاء الاصطناعي. هو برضه الذكاء الاصطناعي ده درجات، في واحد بيطلّع حاجة بlevel معيّن، حاجة بسيطة جدًا وبتبان إن هي بالذكاء الاصطناعي، في حد تاني 50، 50 يعني شوية باين الموضوع، في حد تاني بيطلّع حاجة بنسبة 80% هي باينة إن هي حقيقية، فالعميل هيروح له. تمام، وهيدفع له فلوس أكتر منّك. بالتالي الموضوع حاليًا ما بقاش optional، ما بقاش اختياري، بقى إجباري عليك اللي أنت تتعلّم الذكاء الاصطناعي عشان العُملا، عشان المنافسة ما تبقاش صعبة عليك، عشان الوقت. آآ بس هي برضه الفكرة اللي بتحصل حاليًا إن دي بقى الحاجة الأساسية بقى، الذكاء الاصطناعي والفلوس والأموال. الذكاء الاصطناعي دلوقتي يا جماعة عايز فلوس كتيرة جدًا، وهو فعلًا مُكلِّف، يعني الذكاء الاصطناعي كprocess أو كعملية بتحصل هو في الأساس مُكلِّف، السيرفرات، أنتم تعرفوا أصلًا إن موضوع الرامات اللي حصل في العالم مرّة واحدة كده، أنا كنت عايز أجيب رامات من فترة، بس من فترة كبيرة يعني لمّا حصلت الطفرة بتاعة الرامات دي، قال لك الرامات مش موجودة في السوق، الرامات يا جندي اللي أنت عايزها مش موجودة في السوق.
طيب ليه؟ أدوّر في الموضوع وبتاع، لقيت واحد صاحبي قال لي عشان الشركات بتاعة الذكاء الاصطناعي استولت على أغلب الرامات اللي موجودة في العالم، فعلّت الأسعار وهكذا، الحاجات ما بقتش موجودة في السوق، فبالتالي سعرها عِلي جدًا، بقى اللي عنده رامات DDR5 والّا 4 والّا 6 والّا أيًا كان، بقى بيعلّي سعرها جدًا. الموضوع بيكلّفهم كتير جدًا سيرفرات وفلوس وهكذا، فالمواقع دي بتطلب منّك اشتراكات كبيرة. فبالتالي أنت مش هتعرف تشتغل بالذكاء الاصطناعي وتوظّفه في مونتاجك إلا لمّا يكون معاك فلوس. هل الفلوس دي أنت هتصرفها من جيبك الشخصي؟ لأ طبعًا، الفلوس دي أنت هتطلبها من العميل. لو سمحت المشروع ده هيكلّف الرقم الفلاني. فبُص، أنا هاقول لك أنا على حاجة باطبّقها. أنا لمّا باشتغل مع عميل، بس الحاجة دي طبعًا مش هتلاقيها مع كل العُملا، بس أنا عشان في level معيّن من العُملا باشتغل معاه. لمّا باشتغل مع عميل باخلّيه يعمل لي، لو هو ما عندوش مواقع stock footage أو مواقع أجيب منها music، أجيب منها sound effects، أجيب منها assets بشكل عام، فباخلّيه يشترك في مواقع معيّنة. كنت قبل كده artlist، أنا حاليًا منعت artlist، ولو عميل عايز شغل بالذكاء الاصطناعي باخلّيه يعمل account على الموقع اللي أنا باشتغل عليه Hexfield مثلًا، ويدّيني الpassword والuser بتاع الaccount ده أشتغل بيه. ليه؟ عشان أنا مش هاتكلّف الكلام ده من جيبي. طيب لو هو مش عايز يعمل كل الكلام ده والموضوع ده هيبقى بالنسبة له hassle كبير جدًا، فأنا باعمل الكلام ده من الأكونتات الخاصة بيّا، تمام، وبازوّد عليه التكلفة، باكون متّفق معاه على تكلفة تقريبية. يعني مثلًا لو في عميل عايز شغل بالذكاء الاصطناعي، وأنا عارف إن الproject بتاع العميل ده في الأغلب هيكلّف له 6000 7000 credit، فده رقم كبير، فبازوّد عليه الرقم ده وبزيادة كمان عشان يكون احتياط. فبالتالي أنت مش هتصرف على الذكاء الاصطناعي من جيبك. فالذكاء الاصطناعي لازم تكون محاسب العميل بتاعك على الشغل ده، بحيث إن أنت تاخد منه الفلوس تعيد استثمارها تاني في المواقع بتاعة الذكاء الاصطناعي، وهكذا تمشي الدايرة. تمام. آآ طبعًا في عُملا بتشغّل دماغها، في عميل بييجي يقول لك أنا عايز الشغل ده بالذكاء الاصطناعي. طيب هتقدر تستحمل التكلفة بتاعة الشغل اللي بالذكاء الاصطناعي؟ تمام. فهي الفكرة في موضوع الذكاء الاصطناعي إن هو عايز فلوس. بس عايز فلوس تحمّلها على العميل. ففي ناس طلعت الفترة اللي فاتت كانت بتقول لك يا جماعة الذكاء الاصطناعي، الناس عمّالة تقول الذكاء الاصطناعي هياخد مكان مش عارف مجال كذا ومجالات كذا ومجالات كذا. الناس مش عارفين إن أنت لو عايز تشتغل بالذكاء الاصطناعي هتبيع هدومك، ما تشتغلش مع عميل بيطلب منّك إن أنت تعمل له شغل فيه AI بتكلفة زمان. يعني مثلًا لو هتشتغل ب$200 $300، لأ، $300 ده زمان كنت بتعملها من غير الAI. حاليًا بقى في شغل هو عايزه بالAI، فلأ، أقل حاجة مثلًا $600 على سبيل المثال، الأرقام دي تقريبية، اشتغل بالأرقام اللي أنت عايزها، وهكذا الموضوع. تمام. التحديث ده زي ما قُلت لك هيحطك على بداية الطريق بإذن الله، وهيخلّيك كمونتير خلاص قادر تستخدم الذكاء الاصطناعي في شغلك، والموضوع هيبقى بالنسبة لك بسيط جدًا بإذن الله. وأنتم عارفين يعني المستوى بتاع كورس المونتاج المتقدم، فتخيلوا بقى الموضوع ده للAI. بس كده. قُلنا حاجات كتير، إن شاء الله تكون استفدت. عايزك كده تجهز للفترة الجاية دي. الفترة الجاية إن شاء الله لو ركّزت في اللي إحنا هنقوله في كورس الذكاء الاصطناعي، الموضوع هيبقى سهل بالنسبة لك، وما فيش أي حاجة هتعطّلك. بس كده، والسلام عليكم.